السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا النهاردة هنعمل زبادي، بس قبل ما نبدأ الفيديو صلوا على الرسول وسمي الله وتعالوا ندخل على الفيديو الجميل. طبعا السحور ورمضان ما بيخلاش من الزبادي وما بنستغناش عنه عشان الحموضة واللازم منه. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا بقى، هنجيب 2 كيلو من الحليب او 3 او 4 حسب ما انت عايزة، وممكن تجربي في كيلو واحد. طبعا لو انت جايبة اللبن من عند فلاحين خلاص، يعني هيبقى مضمون ان هو نسبة الدسم فيه عالية. لو انت جايباه بقى من عند اللبان اعاذك الله ممكن يكون فيه غش. فهنعمل له بقى كده، هنضيف له اضافة كده هنخليه دسم زيه زي بتاع الفلاحين بالظبط. انا طبعا جايبة اللبن ده من عند البقال. هبدأ بقى اصفي كده في مصفى تكون عيونها ضيقة او منخل او شاشة زي ما حضرتك شايفة كده. طبعا انا استعينت كده بالمج في الحلة علشان معايا المنخل صغير، يعني دي فكرة خدي بالك منها. هنزل بقى بالاتنين كيلو حليب، انا هعمل 2 كيلو حليب النهاردة. كده صفيت الحليب اللي معايا عشان اي حاجة علقة فيه نتخلص منها. بعد ما صفيت الحليب بتاعي هرفعه بقى على النار، على نار متوسطة، لا هي عالية قوي ولا هي هادية قوي، يعني نار متوسطة. وكل شوية قلبي فيه، لانك انت لو حطيتيه على نار عالية البروتينات والمعادن كل حاجة فيه هتتكسر معاكي، يعني مش هتستفاد بنسبة الدسم اللي فيه. هتحطيه بقى على نار هادية كده وهتقومي مقلبة فيه، يعني حاولي كده ما يعملش طبقة وش من فوق ولا القشرة اللي بتبقى فوق دي. ايدك بقى فيه على طول كده كل شوية وهو على نار عالية، يعني احنا هنحاول نعمله زي نوع من نوع البسطرة. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتغفر بها الذنوب وتخفي بها العيوب وتقضي بها حوائج الدنيا كلها يا أرحم الراحمين. طبعا احنا مش هنسيب اللبن لما يوصل لمرحلة الغليان، احنا كده لما هيوصل لمرحلة الغليان مش هنخليه يغلي، يعني لما هيوصل بس كده هنقوم شايلينه من على النار هنرفعه. تمام. يلا قومي يا حبيبة قلبي، هاتيلك علبة زبادي وهاتيلك كيلو حليب ويلا تعالي اعملي وصفة الزبادي. هتتبسطي وهتبسطي العيلة كلها وهتبسطي اولادك وهتفرحيهم معاكي. يعني مش هتشتري علبة زبادي طول الشهر، علبة هتفضل معاكي خميرة، وما هتخلص العلبة هتوفري علبة من الزبادي اللي انت عاملاه علشان تعملي زبادي غيره. انا كده شلت الحليب من على النار وجبته في بولة ونزلت بيه في البولة علشان اعمله تهوية. انت على الاقل هتسيبيه نص ساعة يبرد. لو انت مش هتستني عليه نص ساعة ممكن تجيبي بولة فيه مية ساقعة وتنزلي ببولة الحليب وتنزلي بيها في البولة الساقعة عشان تعملي له تبريد على السريع. انا بقى هنا هسيبه براحته كده وهغطيه علشان ما يعملش قشرة على الوش، وبعدين هروح اشيله عليه. انا سبته نص ساعة وبعد كده انا شلت الغطا من عليه كده. شوف اي وش كده عليه او اي قشرة كده فوق على الوش بتخلص منها. تمام كده. طبعا هنا الحليب معايا عاد زي الدرجة اللي انا عايزاه، ان انت تحط صباعك كده تتحملي درجة الحرارة بتاعة الحليب، يعني ما تبقاش باردة قوي ولا سخنة قوي. انا عايزاها كده تكونش سخنة خالص علشان لما نحط الاضافات ونحط الخميرة بتاعة الزبادي له ما يموتش الخميرة الزبادي معانا. كده انا معايا 2 كيلو حليب، هحتاج لهم علبة زبادي من الكبيرة. لكل كيلو حليب هنحتاج له معلقة كبيرة من الزبادي. انا كده هنزل بعلبة كبيرة هتخلص من الشرشة اللي فيها وهنزل بالزبادي كده بدون الشرشة. انا كده كنت استعجلت وقسمت الحليب على 2 من الدورق علشان اعمل واحد بالفراولة وواحد سادة، بس ارجع احطهم في البولة تاني. انا كده هنزل لكل لتر حليب هنزله بمعلقة لبن بودرة ونزلت بمعلقتين سكر، يعني انا نزلت الرتلين اللبن نزلت لهم معلقتين لبن بودرة ونزلت لهم بمعلقتين سكر. هقلب بقى كده المعلقتين اللبن مع الزبادي مع معلقتين السكر بشوية لبن كده من اللي احنا غاليينه. تمام، يعني انا حاطه كده معلقتين لبن بودره معلقتين سكر معلقتين زبادي، معلقتين زبادي كبار بما يعادل علبه كبيره. هقلبهم بقى كده لحد ما يندمجوا ويتجانسوا مع بعض والسكر وحبيبات السكر تختفي خالص.
كده ما بيديش معاكي المزازة واللذعة اللي بتبقى في الزبادي. هتاكلي زبادي كده يعني ناعم وطعمه يعني ما يختلفش عليه اتنين. شايفة؟ هقوم انا جايبة بقى المنخل بتاعي، وهصفي بقى الزبادي بالسكر بالحليب البودرة، وبحط كده بالكبشة شوية لبن عليها وعلى المنخل، وهنخلهم كده عشان برضو لو اي حاجة اتخلص منها. كده تمام. هقلب بقى كده تقلبتين في الحليب بتاعي، وهبتدي اوزع الحليب ده على 2 من الدورق، او هاتي بولتين ووزعيهم عليهم، عشان انا هعمل جزء بالفراولة وهعمل جزء سادة. انا كده وزعتهم الاتنين على جزء من الدورق. هتجيبي هنا بقى اللي هو الفتراك اللي هو بتاع الفراولة، شربات الفراولة الفتراك. لو انت بقى ما عندكيش وعندك كيس من الجيل الفراولة برضو هتجيبي شوية من الحليب اللي احنا مبسطرينه او غاليينه، وهتحطي فيه كيس الجيلي. انا بقى كان عندي هنا فتراك، فخدت منهم حوالي كده معلقتين 3، نزلت بهم على اللتر. هحاول بقى اقلبهم كده وادمجهم مع بعض. دمجت بقى الحليب كده مع الفتراك الفراولة اللي انا حطيته كده، اللون تحفة. هتجيبيه بقى وهتشوفي هنعمله ازاي. طبعا لو انت عندك مكنة الزبادي ديت عندي مكنة الزهران دي من زمان، يعني ما كنتش بستخدمها كتير، عندي من زمان، يعني تحس ان الموديل بتاعها قديم. وعندك برضو البولات اللي هي بتدخل الفرن ديت، اللي احنا بنعمل فيها ام علي والحلويات الحلوة دي. كل سنة وانتم طيبين. انا بقى هعمل جزء كده في الماكينة، وهعمل جزء في صينية وهركنها على جنب. هوريك دلوقتي انا هعمل الطريقة التانية ازاي. انا كده هنزل بجزء في الماكينة بتاعتي، وهياها بتدي نفس النتيجة، بل لو انت عملتها في الصينية بتدي طعم احسن كمان، وبتبقى سهلة معاكي على طول في تجميد الزبادي، وبيتجمد بسرعة. تعالي بقى هشغل بقى الماكينة كده. طالما انت حطيتي الفيشة الزرار الاحمر كده، طالما احمر يبقى اشتغلت معاكي. هاتي بقى صينية، وهاتي بقية الحليب اللي معاكي، ووزعيه بقى في بولات، وزعيه في كوبايات، وزعيه في اي حاجة المتوفر عندك. انا كده جبت صينية عندي على قد الكمية اللي انا هنزل بيها، اللي هي الكوبايات او البولات اللي انا هنزل بيها. انا كنت بقى مسخنة مية، مش عايزاها مغلية قوي، انا عايزاها سخنة بس. حطيت كده مية سخنة لحد النص بتاع البولة، يعني تحاولي كده تغطي نص البولة. هتجيبي بقى ورق فويل، وهتغطي بقى الزبادي بتاعك، وهتسيبيه حوالي 7 ساعات، زيه زي الماكينة بتاعت الزبادي. يعني لو ما عندكيش ماكينة زبادي هتعمليه برضو وهتاكليه بألف هنا، يعني مفيش حاجة هتوقفك عن حاجة. انت كده حطينا هنا الزبادي في الصينية، وحطيت الزبادي في الماكينة، هيقعد 7 ساعات. هنا بقى بعد ما تجبن كده والزبادي ربط وبقى تمام وزي الفل، انا شلته بقى من الماكينة ومن الصينية، دخلته على التلاجة لمدة 2 ساعتين. لو انت عايزة اكتر تمام، بس هو بسم الله ما شاء الله متماسك وكريمي وتحفة. انا هنا معايا الطواجن الصغيرة ديت بما يعادل 2 ولا 3 من بتوعة الماكينة، يعني عاملين معايا 2 كيلو من الحليب، عاملين معايا كمية وفيرة جدا هتكفيكي اسبوع كامل لشهر رمضان. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني مش معقول بعد العلبة الصغيرة ما وصل سعرها فوق 6 جنيه، والعلبة الكبيرة وصل سعرها فوق 10 جنيه، ان احنا هنشتريها. لا مش هنشتريها. شايفين بسم الله ما شاء الله الملمس بتاعه كريمي، والمعلقتين اللبن البودرة اللي احنا ضفناهم عاطينهم نسبة دسامة، ومفيش فيهم ولا نقطة شرشة ولا نقطة مية، علشان واحنا بنقلبه على النار كنا بنقلب بالراحة، وحافظنا على المكونات الكبرى والمكونات الصغرى للزبادي. وكل سنة وانتوا طيبين. هنجيب بقى الغطيان بتاعته، وصفتها ان احنا نغطيها علشان ما ياخدش من اطعمة اللي في التلاجة، والزبادي ياخد من الاطعمة اللي في التلاجة. اتمنى بقى يكون الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم، واتمنى تجربوا الوصفة وتقولوا لي في تعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.